السلام عليكم، كي داير اختي؟ بخير. وعليكم السلام، اهلا. الحمد لله. بغيت نهضر مع الدكتور مرزوق. دكتور مرزوق بخير؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك اسيدي. الله يجازيك بخير. عندي حساب في حساب بنكي وداير العمليه ديال البلوك، داير معاهم يقطعوا لي 1500 درهم 2500 درهم كل شهر، دابا المده ديال 4 سنين. ملي مشيت عندهم باش نسترجع الفلوس قالوا لي واحد السيمانه يرجعوا ليك. شنو ترجع؟ هذوك الفلوس اللي مبلوكي، هادو ديال الادخار. هذا هذا حساب الادخار كنت انت فاتحه مع البنكه ديالك؟ ايه. قالوا لي واحد السيمانه يرجعوا لك الفلوس. صافي. لا كيفاش عاين كيفاش يرجعوا لك؟ واش هما مشاو لك؟ لا انا كنت مبلوكيهم. مزيان، ولكن كيفاش قالوا كيرجعوا لك؟ كيفاش يرجعوا لك؟ يعني انت اللي كنتي موقف داك الحساب حيت داير فيه الادخار، كتحط فيه كل شهر شي حاجه. باش نهار تبغي تاخذ غتاخذو. نعم. باش نهار تبغي تاخذ فلوسك غادي تسحبهم. شنو المشكل؟ ملي رجعوا لي انا الحساب اللي عندي اشد واحد الحساب، ولكن لقيتهم قاطعين لي 1,040,000 ريال. ديال اش هاد المليون اللي قطعوا لك؟ قلت لهم ديال اش هاد 1,040,000 ريال؟ قال لك اودي الحكومه سبقات في 2021 على واحد القرار اللي كيداخر الفلوس تتقطع عليه 15% كل شهر. تقطع له 15% كل شهر. خصنا نسولوا فيها شي مختص في الضريبه. قالوا لي ديال الضرائب هادو. خصنا نسولوا شي مختص في الضريبه. اذا سي فريد نسالو مختص في الضريبه، لان فعلا ما عندناش المعلومه، هذاك فقط سمعناها ولكن ما عندناش فعلا. خليك معنا، غادي نعطيو دابا سي عبد الرحيم رقم التليفون ديال واحد الخبير ويعيطنا يعطينا الجواب، والناس اللي كيستمعوا كلهم واحد السؤال طري يستافدوا وحتى حنا نستافدوا. هو شرح للسيد الخبير هو معنا وقول له باش يشرح لك ويقول لك شنو كاين في هادشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف اخويا؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شنو السؤال ديالك سيدي؟ انا داير البلوك هذه مده 4 سنين، كل شهر داير معاهم باش يقطعوا لي 2500 درهم يتجمعوا لي. نعم. دابا ملي دوزت هذه المده هذه مشيت عندهم باش نرجع الفلوس، رجعوا لي غير واحد القدر، ولا انا هذاك الشيء اللي رجعوا لي لقيت ناقص 1,040,000 ريال. ملي قلت لهم هاد 1,040,000 ريال ديالاش؟ قالوا لي ودي الحكومه صدقات على شي قرار في 2021 اي واحد عنده شي حساب بنكي وكيبلوكي فيه الفلوس كتقطع عليه الدوله 15% في كل شهر. نعم. واش هادشي عاقل على السميه ديال العقده سميتي في الاول؟ لا هذاك العقد اللي وقعتي انت شمن عقد؟ العقد اللي وقعتي في الاول. لا ما يكونش عاقل عليه دابا هو بالنسبه ليه. انا نخدموا بفرضيه بالاحتمالات. اذا كان احتمالات نكونوا بحال احتمالات. الاحتمال الاول الا درتي بلوكاج ديال الكونت بحال دابا درتي ديبو اتيرمو، هذا في هذه الحاله ما كاينش اقتطاع. ولكن الا سميتي على العقده ديال التامين تامين المعاش التكميلي اسيغونس كومبليمونتير، في هذه الحاله كيكون واحد الاقتطاع. لا ولكن هذا ما دارش تقاعد تكميلي، هذا دابا عطاهم واحد الفلوس قال لهم الله يخليكم انا بغيت ندخر، وهاد الفلوس ما نقيسهاش، يعني حساب واقف ما يمكنلوش يخرج منه. نهار تبغي تخرج فلوسك وتسحبهم. حنا ما عرفناش دابا العقده ديال التامين اللي عنده شنو فيها. الا كان بلوكاج هنا ما كاينش في الحال. بلوكاج الا كان بغا بلوكاج بلوكاج هنا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتحيد. ولكن هاد الفلوس هادو تيمكن له يسحبهم هشام. هنا كيكون واحد لا كيكون هنا بعض المرات لسوء الحظ واحد التحايل ديال داك المكلف بالبنكه، كيستني الانسان واحد الورقه كيوقع عليها كيقول لي راه غتبلوكي واحد 2500 درهم كل شهر، اللي كيقول كاع الناس راه هذيك كتسمى دارت. كيكون هذاك التحايل دابا هذا هو اللي الواحد كيصير بالبال. في الحاله الا كنتسنى العقده ديال التامين على المعاش التكميلي في هذه الحاله. لا اظن ان السيد داير المعاش التكميلي، ما بقى له غير يفكر هو في المعاش التكميلي. هذا غير فلوسه بغى يخبعهم لدوير الزمان دابا، يعني باغي يخبع 3 سنين عامين. ياك هادشي اللي كاين. هادشي يعني ما كاين والو في هذه الحاله. ما عقلتيش على العقد اللي سنيتي في الاولى استاذ؟ لا ما عقلتيش. لا ما عقلتش،
ولكن قلت لهم نتوما تقولوا كتكون شي فلوس ديال الفائده، كيما دابا نتوما لا فائده لا والو، ديتو كلشي. مليون و 40 ألف ريال راه بزاف. لا الا كانت شحال تقريبا القدر اللي كنتي بلوكيتي في الاول؟ 2500 درهم كل شهر. لا المجموع من اصل المجموع دابا الاصل. المجموع دابا عندي 11 مليون ونص. مليون ونص؟ لا ماشي المبلغ اللي ديال التوفير. لا التوفير، المبلغ ديال التوفير كامل اللي درت. واش شحال جمعتي في هاد 4 سنين؟ المبلغ ديال 4 سنين شحال جمعتي؟ 11 مليون ونص. 11 مليون. انا كنأكد زعما كنقول بان كاين احتمال كبير ديال الفرضيه انك تمنيتي على عقده ديال التخمين، حيت في هذه الحاله كاين وقت مستجد قانون المالي 2023 بالنسبه للتقاعد التكميلي، ان الى ما احترمتيش جوج شروط. الشرط الاول انك تكون خديتي المبلغ قبل من 45 سنه. لا 45 سنه دكتور، ما عرفتش السن ديالك سيدي شحال؟ انا السن ديالي 25 عام. يلاه درتهم دابا تقريبا شي 4 سنين هذه. لا 25 عام ما حرمتيش، حيت كاين واحد. انا نشرح لكم هذه القضيه. لا دابا فهمت السي هشام، غير غادي نخليك تشرح غير دابا، حيت كتقول لي هذا معاش تكميلي. دابا هذا السيد غيكونوا داروا له معاش تكميلي بلا ما يخبروه بان عنده معاش تكميلي، فهمتي؟ اما هو راه غير مخبع الفلوس، تصدق دخلوه في هذه اللي فيها ضريبه. فيها ضريبه. حيت في الاول سمح لي، في الاول في سنه الكونطرا قلت لهم شحال ديال المده كديروا معايا، قالوا لي المده اللي بغيتيهم تاع 10 سنين 15 مرات تبغيهم نجي ندير لك الدوموند يرجعوا لك. حتى التقاعد التكميلي تقدر تاخذ الوقت اللي بغيتي، ماشي بالضروره تستنى حتى تاخذ المعاش. لا ولكن هنا كان خصهم يقولوا له لا راه ما خصكش تاخذهم قبل كذا وكذا، ها الشروط، هذاك الشيء اللي كاين، والا غضطر تخلص عليها كذا وكذا، فهمتي؟ هذا هو المشكل دابا اللي داروا، ما كيعلموش الناس كيوريوك شنو كيدير. صافي كتجي كيعطوك واحد سميتو كتسيني، حنا مبرزطين ما ايوا سير دير شكايه للبنك المغرب، راه كاين واحد المركز ديال الوساطه والتحكيم، دير لهم شكايه. كملنا السي هشام، الا بغيتي تزيد تفيدنا في هذه المعلومه شنو كاين. بالنسبه للناس ديما خصهم يعرفوا شنو عليه يوقعوا. كيف ما قلت لك مرات كيكون تحالف ديال المسؤول في البنكه يسنيك واحد الورقه انت ما كتعرفش بان التقاعد التكميلي. ملي كيكون التقاعد التكميلي كيكون فيه شروط. هذا المستجد كيخص سنه 2023 بلا ما نهضر لكم اللي كان قبل 2023 جا به قانون الماليه اللي كيعطي واحد جوج شروط. الشرط الاول ان الانسان ما خصوش يقيس هذاك المبلغ حتى كيفوت 45 سنه، هذا الشرط رقم واحد. الشرط رقم الثاني العقد خصو يكون فيه 8 سنين، المده ديالو على الاقل دوز 8 سنين، المده على الاقل 8 سنوات. يعني الا ما احترمتيش هذا الشرط الاول ولا الشرط الثاني غادي تخلص عليها ضرائبه. الا ما تحقق في كاع الحالات غتخلص الضرائب. نفرضوا انه ما تحققوش الشروط ديال 45 سنه وديال 8 سنوات، كيتخلص الا جا خدا المبلغ ديالو ديال التقاعد التكميلي كيخلص واحد المساهمه ابرائيه اللي هي امبو سوغ لو ريفوني، ضريبه على الدخل ديال 15%. من حق البنك ان تعطي يعني انت خلصتي عليها الفلوس النهار الاول ملي كنتي نشيط وكتشتغل، خلصتي على الاجر ديالك الضريبه على الدخل وخديتي منه شويه ودرتي فيه الادخار، وملي جيتي باش تستافد من التقاعد التكميلي عاوتاني غادي يقطعوا لك الضريبه على الدخل. لا دكتور، لا اسمح لي دكتور، واخا انت كتستافد جوج مرات، حيت ذاك الانسان اللي كيدير واحد التقاعد تكميلي كيقدر كيدير الاقتطاع المشغل ديالو انه كيقتطع عليه من الضريب من القاعده الضريبيه. يعني كيديروا لنا باتمون كيهبط له كيكون واحد لاباطمون كيستافد منه كيكون باش ما يستافدش الانسان جوج مرات باش ما يخلصش عليه الضريبه. مساهمه ابرائيه ديال 15% الا ما احترمتش هذا الشرطين. ولكن ماشي كلشي عاوتاني كيدير هذا السي هشام، ماشي المشغلين كلهم كيديروا، كيخلي لك داكشي داخل في الضريبه وكتخلص عليه الضريبه. داكشي اللي كاين. ولا مشيتي تضرب انت طلب استرجاع هذاك الضريبه اللي خلصتي، سير تعين واحد العام ولا عامين مع اداره الضرائب. طبعا الا ما احترمتيش الشرطين ديال 8 سنين ديال 45 سنه كتخلص مساهمه ابرائيه ديال 15%. الا احترمتي الشرطين يعني بعد 8 سنين وفتي 45 عام تخلص عندك كيكون عندك واحد لاباطمون ديال 70% بالنسبه للاجر من صفر حتى ل 168 الف درهم. هذه معفي يعني منها. فرضوا انك نعم معفي منها هذه من صفر حتى ل 168 الف درهم. عندك 68 عندك واحد لاباطمون عندك واحد الاستنزال ديال 70%. سميتو لاباطمون بالعربيه؟ استنزال. زوينه الكلمه استنزال. شكرا للسي هشام.